مساء الخير العائلة، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير ونتمنى ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال وفي ظروف جيدة ان شاء الله. من خلال هذا الفيديو غدا نشارك معكم ان شاء الله المعلومات الحصرية على الفنانة المغربية المتألقة ديالنا سلوى زرهان. ولدت عام 1998 8 يناير بمدينة الدار البيضاء. حاصلة على شهادة الماجستير في التسويق من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير كذلك بمدينة الدار البيضاء. كانت سلوى زرهان شغوفة وتحب التمثيل والأضواء منذ صغرها. كانت تمارس المسرح أثناء وقت الفراغ من الدراسة، بحيث حصلت على بزاف ديال الجوائز. في هذا الوقت اللي كانت مازال كدرس فيه حصلت على جوائز مهمة في التمثيل، ومن هنا قررت أنها تطور الموهبة ديالها وحصلت على دروس في التمثيل. وكانت الانطلاقة ديالها في أول فيلم سينمائي سنة 2017 مع المتألق المخرج نور الدين الخماري، ولعبت كذلك دور ثانوي مع المخرج المتألق ياسين فنان. وهذا الأخير تعجب بالعمل ديالها وبالإتقان ديالها، حيث قرر أنه يعطيها دور البطولة في مسلسل دموع وردة. وهذا المسلسل لقى واحد النجاح كبير بزاف، وكانت نسبة المشاهدة ديالو عالية. ثم شاركت في عدة أعمال أخرى لقيت استحسان كبير قبل أن تبرز للجمهور أكثر في دور سليمة المعطاوي بالمسلسل الناجح والمتألق المكتوب في الجزء الأول وكذلك في الجزء الثاني مع المخرج علاء أكعبون. كان متأكد من القدرات الفنية اللي كتمتاز بها سلوى زرهان الممثلة الرائعة القديرة، وما خيباتش الظن ديالو في هذا المسلسل. في الجزء الأول والثاني كان عندها حضور جميل وقوة في الأداء وقوة الشخصية كذلك. دائما تسعى الفنانة سلوى زرهان للتألق أمام جمهورها بإطلالات أنيقة ورائعة، حيث كشفت بعض المصادر الموثوق منها على وجود علاقة حب بين سلوى زرهان والرابور المغربي وانزا، حيث قالت في بعض المنابر الإعلامية أنها هي اللي اقترحت الاسم ديالو على المخرج علاء كعبون الذي جسد دور علي في الجزء الثاني من مسلسل المكتوب، واللي كان هو البطل معها، وكانت كتجمعهم علاقة حب كذلك في التمثيل. وهذا الشيء زاد قوى العلاقة ما بيناتهم بجوج. وانا بدوري كنتمنى الفنانه ديالنا مزيد من التألق والاجتهاد والنجاح ان شاء الله. نتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم، ونتمنى انني نكون وصلت لكم جميع المعلومات والحصريات ديال الفنانه ديالنا المتألقه سلوى زرهان. الى عجبكم لا فيديو ما تنساش تضغطوا على زر الاشتراك باش توصلوا بكل جديد وبالحصريات ان شاء الله. وما تنسونيش كذلك من البارطاج، وخليوا لي الرأي ديالكم في لي كومونتير كيهمني بزاف. شكرا لكم بزاف بزاف العائله على المتابعه ديالكم وعلى الاشتراك ديالكم. الله يخطيكم عليا والله يجزيكم بخير. ودابا غدا نخليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله مع معلومات جديده حصريه وكذلك اطباق ووصفات وفلوقات ان شاء الله. تسناو الجديد ديالي. وانا بدوري قبل ما نختم لا فيديو بغيت نشكركم بزاف بزاف على الكلام الطيب اللي كتخليوه في حقي. الله يخطيكم وعلى السؤال ديالكم. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم بزاف بزاف. نصائحكم وكلامكم على راسي من الفوق. الله يجازيكم بخير. والان ما بقى ليا غير نودعكم مع امل اللقاء بكم في فيديو جديد. بسلام عليكم، خليتكم على خير.